مساء الخير ولا صباح الخير على حسب ما تشوف الفيديو. عاملين ايه في الجو ده؟ زمان وانا صبية كنت شديدة، وكنت احب جو ادعك المواعين، وكنت امسك الحلة ولا الطبق افضل ادوس عليه بحيلي كله لغاية ما يبرق ويبقى كالفضة، يبقى شكله كده عيلمع. وكانت حماتي تحبني قوي وتقول انت شاطرة قوي في المواعين. ولما كنت أروح عند قرايبنا، يعني لو حد كبير وعنده حلة ولا عنده عين بوتاجاز ولا عنده حاجة عايز تعملها وهي زرقت من المية وغليت المية، أخدها وأدعكها، وكنت أدوس وما سيبهاش غير لما تبرق. ولو حتم الأمر أجيب لها حاجة تساعدني، المهم ما سيبهاش غير لما تبرق. بس جه وقت كنت أدعك مرة ودوست دوسة بزيادة حبتين، وجعت لي دراعي. واستنى، هتقلب الفيديو ليه؟ أنا ما جاياش أستعرض نفسي وشطارتي في المواعين. استنى دقيقتين، هقول لك كلمتين وهقول لك كلمتين وبكفل. المواعين وضحكنا فيها وصبرنا عليها زي بالضبط العلاقات اللي بيننا وبين الناس. إحنا وصغيرين وعندنا طاقة وعندنا نفس وجهد، نصبر وندوس على نفسنا ونحاول كمان كتير علشان نخلي العلاقة حلوة. كان اللي يقول علينا كلام نزعل وناخد في نفسيتنا ونجري نعاتب ونقول ليه. كان اللي يفهمنا غلط نيجي على نفسنا ونطلع نبرر موقفنا ونقول ما قصدناش. كان اللي يزعل على حاجة تافهة نطلع نجري راضي ونطبطب وندادي ونستحمل ونيجي على نفسيتنا وندوس قوي على صحتنا. بس جه وقت لقينا نفسنا إن لما بندوس ونعمل جهد هيتعبنا إحنا ويتعب صحتنا ونفسيتنا. لقينا صبرنا نفذ وخلاص ما بقاش فينا حيل للعتاب ولا حيل للمشاكل، ولا عندنا جهد إن إحنا نراضي ده ونطيب خاطر ده. ما بقاش فينا صحة ولا حتى قادرين حتى إن إحنا نخلي حد يتدخل بيننا ولا نجيب مصلح زي ما كنا بنجيب حاجة تساعدنا في تنظيف المواعين. بقيناش قادرين، بقينا خلاص يعني زي ما كنا زمان ندعك وندوس ونستحمل ونصبر على المواعين لغاية ما تلمع. ما بقيناش دلوقتي بمسك الحلة وابوسها واحطها على جنب وادوس على قد حيلي، نضفتي امين ما نضفتيش خلاص. دلوقتي برضه هكلمك كلمتين وهقول لك ان ما فيش حاجة ولا حصل مني حاجة، قبلتي امين ما قبلتيش خلاص، قلت عليا كلام ما حصلش خلاص. قول مش هاجي عاتبك واقول لك ليه قلت عليا كده وليه ما تحبنيش. حبتيني على عيني وراسي، مش قبلاني لله في لله عادي. ما بقاش فيه حيل ولا نفس ولا صحة للعتاب وللزعل، وإن أنا راضي. كفاية اللي فينا وانتو كمان كفاية اللي فيكم. طول ما انتم ما بتعملوش حاجة وحشة في حد خلاص سيبوا اللي يقول واللي يعمل، وسيبوا العلاقات تبقى مرتاحة. اللي يكمل معاكم في حياتكم بشكل ما يضركوش أمين على راسك من فوق، واللي يبقى في حياتك هيتعبك ويدوس عليك وياخد منك جهد لا سيبه، طلعه من حياتك خالص. وزي ما هتلاقي وهتقابل ناس تبنيك وتحبك وتبقى علاقاتها حلوة ومريحة، في كمان ناس هتقابلها تكسر جواك كل حاجة حلوة وتوجعك وتفقدك ثقتك في نفسك وتفقدك طاقتك كمان. زي ما قلت لكم لما دوست دوسة جامدة ودوسة بالغلط ضرتني. يا ما علاقات ما تضر لأنها بتيجي غلط، وللأسف ما نعرفش ده غير لما ندوس على نفسنا ونجرب ونتقابل مع الناس ونتصادم بالناس. خلاص من دلوقتي ورايح عود نفسك اللي تلاقيه مش ماشي في حياتك يسعدك ولا يريحك ولا
حتى هيأذيك، بعده عن حياتك خالص. بلاش إنك تدي 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 وطيب بالفاضي، خلي طيبتك بحدود، ما تجيش على نفسك. هيجي علينا وقت هنحتاج اللي يسندنا ما هنلاقيش. أنا خدتها قاعدة في حياتي، وانتو كمان اعملوا بيها. عيش بعيد تعيش سعيد، قلل ناسك ترتاح راسك، قلل في اللي قال والعاد ونقل الكلام ومين اللي زعل ومين اللي راح ومين اللي جه. ريح دماغك وعيش في حالك، وركز في نجاحك وبيتك. ركزوا في اللي يسعدكم، بعدوا عن الحاجات اللي تعكنن عليكم حياتكم واللي ترجعكم لورا. إن عملتوا كده ترتاحوا على طول، وتتجنبوا أذى الناس وأذيتهم ووجعهم. اسمع النصيحة دي من خالتكم سعدية، تقعدوا بالخير. سلام.